والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. صباح النور، صباح الفل والصباح الورد وصباح القرنفل والشهد والعسل. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شنو أحوالكم البنات؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وألف صحة إن شاء الله يا رب. جيتكم كيف العادة بفيديو جديد ونهير جديد هكا مع بعضنا هكا بالقهوة هكا متاع الصباح. صحة قهوتكم. نعرف هكا برشا قاعدين يتفرجوا فيا وقاعدين هكا يستناو في الفيديو يشربوا هكا في القهوة. نقول لكم هكا صحة قهوتكم صحة فطوركم. بديت كيما شفتوا من قمت 6:30 متاع الصباح. حطيت قلت عندي برشا البنات هكا ما صورتش معاهم هكا فطور الصباح. قلت خلي اليوم هكا نبداو من الصباح نبداو كي العادة هكا بالصباح. باش نحضر لهم لمجتهم كيف العادة وباش نحضر الفطور. باش تقولوا حليه مدة البريد حاطت فيه هالنهارين الحقيقة نطيب فيه نسخن فيه الحليب فهمتوا. قلت برا الخاطر مني ما استعملتوش استعملته في رمضان. عملت فيه التاي الأخضر. قلت زيد معناها مش نخليه معناها متاع هكا تاي على مرة بعد قداش وبرشا راهو يهزه. والززوة اللي الكبيرة اللي عندي البنات ما تكفينيش معناها للقهاويهم الكل. أي برا قلت نولي نخليها معناها متاع حليب فهمتوا. حسيلوا شنو أحوالكم انتوما؟ إن شاء الله نسمع عليكم كل الأخبار الباهية إن شاء الله يا ربي. يشعانكم ربي هيك في الامتحانات. هونا فهذا والله عرفتوا أكثر حاجة نكرهها هي كذين الحليب على مسحن الغاز. حسيلوا قلت لكم شحالكم ربي هيك في الامتحانات هاني هانت معاد مميزال. إن شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله تعبنا هيك ما يمشيش خسارة إن شاء الله يا ربي اللهم آمين. وتو نرتاحوا في الجميعتين الواحد ياخو عرفتوا ياخذ بوز هكا ياخو هدنة هكا ياخو بوز مع روحه
ونرجعوا كيف العادة نرجعوا من الوجديد وكهو برا الأيامات تجري وتو في ساعة العام يتعدى وتجي الصيف وتجي الراحة الطويلة. لنا البنات يقراو الصباح راضي مرتضى وخدوجة. محمد سيمين بلوكي معناها جست يعدي ويروح هكا معناها مش بكري ما يقراش بكري يقرا يدخل 11:30 وهما الصباح معناها نحضر لهم هكا لمجتهم. نحس هكا كعيبة بانيني باهي ما مش تقولوا والله ساعات كنهار كي عملت لهم لمجة صحية كنهار نهار الجمعة آخر مش بالنسبة للأولاد آخر نهار عندهم في القراية معناها الجمعة اللي فاتت عملت لهم جزر عملت لهم هكا حطيت لهم تفاح ليمون حسيلو شيخوا عليهم على الآخر حتى خدوجة زاد نهارتها هكا معاهم. ونقول لك طويل عليهم معناها من 8 يقراو حتى الماضي ساعة 3 هما يقراو من 8 الماضي ساعة. نقول ياسر عليهم معناها كعيبة بانيني نحس هكا تشبعهم أحسن فهمتوا خير. لا محالة ما يتقطعش ما يتقطعش هكا من الدار. لابد في النهار هكا باش ناخذ باكو 2 معناها لابد فهمتوا. حسيلو هي قلت لنا هذه حشيتها كدبشات من البارح في الليل قلت على الصباح نحط نعمرها عندي لخاطر زيادة الدبش متاع دوشهم البارح نحيت أكل الكويت الصغرونة متاع فرشي والمخادد حاسيلو هذوكم والقوس بدلتهم معناها البارح الحقيقة ما صورتش هكا معاكم. وليت حطيتها معناها هي وحدها فهمتوا. حسيلو قلت برا نبدأ كم الصباح وخايفة قلت يمشيش يعاود يقص الماء. بطبيعته معناها قص نهار السبت ونهار الأحد زاد كيف معناها قص. حسيلو لا إله إلا الله محمد رسول الله. كهو وليت حطيت كما قلت لكم لافيسيل الوحدة هما مش باهي راهو وليتو البنات ماكينة الصابون والماعون معناها الزوز مع بعضهم راهم ما همش باهي معناها المي ضعاف فهمتوا. ساعات معناها كي نحلهم مع بعضهم ساعات تعملها معناها هكا لافيسيل الماعون ما يخرجش نظيف وهي على خاطر ماكينة الصابون معناها محلولة معاها فهمتوا. تبدأ البريسيون تاع المي يبدأ ماهوش ياكل القوي فهمتوا البنات هذاك علاش ساعات ما ينظفش. هكا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما كي يبدأ معناه معون مصمصة نتعمد نقول برا شمني فيه نقول برا شمني فيه المفيد بيه حسيلو الواحد دكا في ساعة لأن عملت القهوة في الكافتير هذه والله ساعة هي والجو عرفتوا هي والجو. ساعة تبدأ محليها قوية وساعة ما نعرفش وساعة نحسها كلها خفيفة على الآخر. لأن عملت القهوة معناها العادية الكحلة هذيك عملتها الراجلي واني قلت برا خلينا نزيد دكا شوية حليب بكا معاها وبنينة راهي. أما كي تبدأ ماهيش قوية الحقيقة تبدأ عرفتوا تقوش عليها حليب مخلط بالمية هكا. هذايا الفطير عملت لهم التوست كيما شفتوا معناها كسخنتو جبت فرماج أكل الفريدوي حطيت شوية كفقوس وشوية طماطم يحبوا هما الطماطم والفقوس الصباح زاد يحبوه وعظيمات وحسيل. وخرجت مشيت وصلتهم وكلمتني يا بسمة إيجاي من البارح هي لما حال ريتو مش كلمتني في الصباح من البارح حسيلو تعدى حسيلو نحكي لكمش على مقاتل الضحك تعرفوا مقاتل الضحك. اني حطيت باش نركب نحكيو هكا لنا على الدبارة شنو باش تطيب شنو الفطور. حسيلو ما نحكي لكمش اي قلت لها نقولي كيفاش قولي شنو عندك تنعطيك هكا الدبارة معناها لفي هكا. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
حطيت قلت لها تو انت مش تقعد حتى تفكر وحتى تقوم، ما نحبش اني نحب الصباح نحط طنجره نحطها، لان حطيت الحكار متاعي وهي طنجرتها صغيره، حطيت الحكار معناها متاعي اني جيت الطنجره عرفتوها معبيه بالمي. قالت لي حسيلو من ضمن الحاجات اللي قالت لي عليهم، قالت لي عندها عصبانيت، قلت لها برا امشي اعمل كسكسي بالعصبان، عرفتوا يشبع ويشجع على الماكله في هالبرد. هو لما حال الطقس الحقيقه اليوم ماهوش اللي بارد معناها باهي، فما الشميسه ومحلاه اليوم باهي. لا اله الا الله محمد رسول الله. عملت لها نقصت لها لما حالة في كسرونة أخرى، قلت لها أنا كيف ينشح لك أبدأ زيد بشوية في الكسرونة هذيك كيما تعرفوني معناها. نعمل لك في البارد المي نحط معاه الزيت، نحط شوية تابل كروية، الحمص، الملح، نسقط العصبانات، مغيرفة طماطم، الفلفل الأحمر حسيلو الكل لكي شوية هيك كركم، فلفل أكحل، حسيلو الكل هيك مع بعضه معناها في البارد، فهمتوا؟ والله صدقوني لا سألتها ما قلت لهاش يا لندرا معناها عجبكم وإلا لا بنين وإلا لا. حسيلو قلت لكم عاد هي تخمم هي قلت لها هي تركب لك يعني فيسع نحبك القضيه هيك على السريع، لان ما عندناش راهو الرنجلايت لا فما شيء، هي تصور فيا اني مش راكب وهي تقول لي خلينا نصورك يا حليوه خلينا نصورك. حاسيلو اني عرفتوا منسجمه مع الواحد وهي تقول لي اي اضحك ايش بيك ماكش تضحك بايش بيك ماكش تغزر لنا، عرفتوا تحكي معايا تقولش عليها تحكي معناها تقول انتوما معناها قاعدين خاطر هي بطبيعتها معناها متتبعه، فهمتوا؟ معناها هذه اول ما تعرفنا على بعضنا، ومعناها ديما تتفرج فيها، عرفتوا تحكي تقول والله يا البنات تحكي هيك بلسانكم، عرفتوا؟ شبيك ماكش تغزر لنا شبيك ماكش تضحك. حاسيلو قتلتني بالضحك. كهو هي قلت لها هاني حتى بالفلفل حضرته لك. اش قلت لكم الضحك اش قلت لكم جبت عاد السفنيري، قالت لي قلت لها اني ما نحطش فيه ما نحطش البطاطا معناها في الكسكسي قالت لي لا اني يحبوا البطاطا، عملت كيما وليدي، قلت لها اني وليدي ناقص كل الملوخيه ما حطيت لهمش فيه البطاطا هكا. قلت لها ولي اصمتها ما نعرفش عاد شعملت بعدي اني شعملت. قلت لها انا ولي اصمتها وعملها معناها تقصها خشينه تصمتها وتعملها شطر. هي عرفتوا صاحبة جو تهبل محليها والله محليها. معناها مش تراوني بطبيعة الحال مش تراوني اني مش نضحك الغادي واللي نضحك. معناها اعرفوا في الكواليس شنو صاير. حاسيل لا اله الا الله محمد رسول الله. هي قلت لها نحضر لك لنا كل شيء باش بعتيلي جست معناها تحط الكسكسي وكهو، فهمتوا؟ هي لما حالة عندها برشا أشوار وباش تخرج تخدم معناها تخرج تمشي تخدم على روحها بعد الفطور لما حالة تخرج ماذي ساعة إن شاء الله معناها هذاك هو وقتها، فهمتوا؟ هاني تحضر غداها تلم كدار هاني رتحتها لما حالة رتحتها من الغدي لفي على السريع، وهي تمشي تعمل هيك دورة وتلم معناها كدورتها. وعندها هي لما حالة برشا تغييرات كان سمعتوهاش المرة اللي فاتت في الفيديو. عندها الدهان وعندها الدينة، حسيلو ريتو عامل تغييرات تهبل محليها. حسيلو لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن خلطت سفناريا كيكة من اللول راهي تتحط خاطر بطبيعتها يابسة وما تهريش السفناريا معناها عادي تقعد تطيب معناها ساعتين 3 معناها عادي هكا. لأن هذوما فضلوا كعبتين عصبان قلت لها خليهم هذوما متاع مرة أخرى، احنا ريتوا العصبانة حتى أنا قلت لها عرفت تو ثنية مش رجعهم البلاي. عرفت ثنية وحدي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلت لكم حتى تبدا مثال عندك كعبتين أكهو عصبان هاني نجم تعملهم معناها مقارونة جارية تجي فيه وحتهبل. هاي قلت لها تو لنا الواحد لازم مربطو نظيف. هذه الكلمة أنا قلتها لها تو هكا. روحت توا لنا قعدنا الحقيقة مش ديريكت روحت زدت قعدت 4 ساعة كيكة ولا نص ساعة كيكة بحذيها
وخرجت نجري، لأن زيزو خليته راقد هو ومحمد، هكا مع إني حليت الباب معاه هو قام يسهر كل ليلة سهرية، عرفتوا سهرية على الفضائية، هاذوما خرّجتهم من معناها نشرتهم في بركون بيتي وخليت لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخّلتهم قُلت خلّي خاطر باش نخرّج الفرش يتنشور معناها هيكا لبرّا، وهاكا وقُلت لكم لا محالة شميسة تهبّل، اليوم شميسة تعمل 66 كيف. ديجا قُلت لكم غسلتها الكويت اللي كنت فرشتها هيكا من لوطة غسلتها و وديجا هبطت نشرتها والله نشرتها اللوطة البنات، عندي قُلت لكم الصابون معناها ولينا باش نخرّج الفرارش، ريتوا الفرارش متاع معناها متاع بيتي ومتاع البيوت الصغار الكل اللي انتهزت الفرصة، قُلت مادام فما معناها هيكا دنيا سخونة وتشجّع تشجّع معناها على هيكا القضية والتشميسة والله ما أحلاها. الشمس متاع شتي تعجبني على الآخر، لأن راقد بحذايا عزيز البارح حط الكلسيطة نلقاها تحت الكوفيرتا، واني الصباح وقت اللي ندور اني قبل نحط الماكينة الصابون نعمل دورة هيك في الدار نشوف شنو عندي وما عنديش، نشوف معناها قبل لا نخدم الماكينة لابد نعمل دورة في الدار معناها نخرج اللم معناها الدبش الكل اللي عندي دبش الكل كي نحط اللمو حسيل لأن باش نخرج نكمل الزرابي زادا نشمسهم ومن بعد تالي في الآخر حسيلو باش في الآخر نعمل مسحة مش نشمس كيف العادة معناها البنات. وباش نمشي نطيب غدايا اني لنا راهو غدايا راني دوبا دخلت الكوزينة راهو ما نكذبش عليكم ما دخلش طول البيت النوم دوبا دخلت ديريكت مشيت عندي نقول لكم على دبارتي عاد اني عندي هرقمة خذيتها المرة اللي فاتت حسيلو قسمتها على 3 كيما نقولوا 3 قراص مش 3 قراص 2 قراص مرة طيبت بيها توا جمعتين يظهر لي طيبتها معاكم ولا الجمعة اللي فاتت حسيت وقت اللي قلت لكم خدوجة مشيت جابت لي هبطها هي معناها شريت حسيلو والفاذل هذاك قسمته على كيما نقولوا معناها على دبارتين لما حالة طيبت اليوم منها وإن شاء الله معناها مرة أخرى تقعد حسيلو حطيتها ديريكت مشيت مصمصتها حطيتها في الكوكوت وحطيت عليها هيك شوية ثوم شوية تابل وما حطيتش الحقيقة هيك ملح وحطيت البريد حطيت مش نعملها لوبيا حطيت اللوبيا تتصمت وديجا قلت لكم معناها من الصباح حطيت لافيسيل معناها تخدم على روحها هي بطبيعتها معناها نلقاها سيئة عرفتوا تعقم معناها كملت كاو قعد لي هذوما معناها قعد لي كالحاجات نقولوا هكا فطور متاع فطورهم متاع الصباح وحاجات بلاستيك معناها هكاك كبار. ما تنسيوش لبناتك اللايك ما تنسيوش ما نسيت ما فكرتكمش في اول الفيديو يعني ما نعرفش عليكم عاد ما نعرفش عليكم خاطر فما راهو اللي قاعد يتفرج ويقص على قاعد معناه يتفرج ويقص على الفيديو فما اللي ما يكملوش فما نعرف برشا مش يقولوا لي رانا معناه نكملوا الفيديو ونتفرجوا عليه الكل ونتفرجوا عليه مرة واثنين مانيش نحكي على نقول اني الاوفياء عرفتوا تفلت لي معناها هيك حتى لقطة معناها هيك في الفيديو فما اللي تدخل معناها تسرع تشوف شنو فيه الفيديو
نوى سعيدة قالت لي أهلا بيك حلومة توا نتفرج ما كنتش في الدار سامحني يا عزيزتي يا سميح دنيا واخرة والله. أه والله قلبي وجعني معناها عادي نورمال خي الواحد سبحان الله معناها ماهوش ديسبونيبل معناها سبحان الله. يعطيك الفرح يا حلومة قتلتني بالضحك كيف قلت الإناس عطاوني السروال بليش في السوق حتى بيتها ما عرفت ما تقول. على إيناس توا إني سألتها معناها قالت لي شريته مالا مش يعطيهولي بليش والله هذاك ومانيش وريته الواحد ماهوش معناها نهار والله مقاتل ضحك ريدو ضحك ساعات بالدموع كان نشوفه كان نهار نحكي اني واختي الاخرى اختي الصغيره هي لما حال ماهيش لنا في تونس راني ما نحكي لكمش على راهو راسي وجعني ريت وراسي مخي مش راسي مخي وجعني بالضحك يا وخيتي قلت لها أعلق والله حس تعرفوا معناها الأخوات كيف يتلموا وإلا كي تلقاهم هاك الكمامس بطبيعة الحال موجودين عندي. زيزو باهت فيك قالت لي يسخايلك تحكي مع لا سين زيزو بالتليفون سين استقاني نحكي في التليفون هو اصلا معناه يشوفني نحكي اني وخواتي معناها هكا بالكام و عادي سينس حسيلو شوفوا البنات كل ركن القهوة كيفاش قلبته توا هذايا الصباح قلبته حطيته كيكة في الكوا وفرغت نحب الرخامة فارغة راني ما قيتلهاش حل هكا جيت لنا حبيتك نوريكم معناها من البعيد كيفاش أبرك تفرهدت شوية الرخامة مع أبرك هكا تفرهدت شوفوا هاني حطيت هيك معناها هيك في الكوا وتفرهدت لي هيك من الجنب معناها الواحد حتى باش يعمل حاجة تبدأ متفرهدة فهمتوا كهو كيما شفتوا كملت مصمصة المعونات جيت لنا البنات حطيتك الحشيشة وحطيت السكر ديجا حطيت الماء يسخن وبديت نغسل في المعون وكيما شفتوا معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله ميزالت الكوكوت لنا يظهرلي سكرت عليها سكرت على الكوكوت يظهرلي سكرت على الواحد على اللوبيا ولاني غالطة ما سكرتش عليهم ميزالوا والله لا الرام البعيد قاعدة نثبت عرفتوا نثبت في الغاز يخدم ولا فما أخت بثينة قالت لي حلومة البية ماك تعرف امتحانات والله غاطسين معاهم وعندي بنتي باك نفسيتها تعبة وخايفة بالرغم قراية ادعيوا لها ربي يخفف عليها التوتر باش نجم تركز ان شاء الله ربي ينجحها ان شاء الله يا ربي وفترة وتتعدى ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي ينجحها وتشوفها ان شاء الله في اعلى المراتب ان شاء الله يا ربي وشوفها كيما تحب. سنة قاتلها حتى أنا بنتي باك سنة ربي ينجحهم ويفرحنا بيهم اللهم آمين يا ربي إن شاء الله ربي ينجحهم وربي يفرح قلوبكم وهاي بسومة زيادة هاني جاوبت عليكم وقاتلكم ربي ينجحها ويفرحك بها والله عندك الحق أنا تعديت بها الفترة وعشت على أعصابي إن شاء الله تنجح ونعملوا زغروطة يا ربي يعني بسومتي هذه جاوبتكم ان شاء الله ربي ينجحهم ان شاء الله يا ربي صغيراتنا الكل سواء في الباك سواء في الابتدائي سواء في السيزيام سواء في النافيام سواء حصلوا في اي معناها قسموا في اي مرحله ان شاء الله واللي هيك معناها سيد خرج ان شاء الله ربي يوفقه معناها وما لقاتش خدمه ولا ما لقاش خدمه ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله يلقى خدمه في اقرب وقت ان شاء الله يا ربي شويه طولة بال وكل شيء يتعدى. اني بس ما نذكرها قبل تعمل لي كومنتيرات بنتي باك بربي يدعيولها بربي نذكرها والله كيما عندي توا ما شاء الله هيك في الجامعه وان شاء الله كيما نراو صغيراتنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يوفقها زيادة هي. لا اله الا الله محمد رسول الله. البنات قشرت البصل
كيما شفتوا برشا كيكة بصل نحبها، نحب يعني المرقة بصفة عامة نحبها باهية معناها نحبها باهية معناها تبدا هكا مشخشخة بالبصل، وقشرت لنا هكا تلقى هكا شطير راس ثوم حاسيلو هو راس أقل من شطر حطيته في معناها مع الماء واني نصمت فيها والباقي كيما نقولوا راس غير ربع هاني قشرته مش نحطه في نحطه في المرقة فهمتوا. فما أخت معانا البارح على إني قلت الخاطر علاش ما معناها ما فماش هكا كومنتيرات وحسيلو شبعتني كومنتيرات حلومة سي حمدي محمد خدوجة ربي مرتضى زيزو وبعتلي قالت لكم تقولوش بها هبلت البنات اما باكثر كومنتير الحلومه خلينا نشجعوها تهبط فيديو العشيه. عايش اختي يا ربي اسمها الكونت ميرا عايش اختي ميرا يذولي مريم هكا. ربي يخليك وربي يفضلك اما والله نلقى الفيو في حاله والله نلقى الفيو في حاله ذاك علاش الحقيقه والله حبيت ما نكذبش عليكم حبيت نهبط هكا فيديو العشيه كي لقيت ما فماش والله حقيقه ما فماش معناها برشا مش كيف العاده معناها الفيديو فهمتوا. وليت ما لقيتش ما فماش حاجه تشجع عرفتوا قلت زيد اني باش نهبط نبعتلي فيديو اخر. والله كي تلقاها ماهوش كيف العادة معناها يعمل لي ستريس ما نكذبش عليكم. حاسيلو هذاك علاش ما هبطش معناها خفت على روحي خفت على روحي قلت باز معناها عشية وباز فما مراجعة متاع معناها كوليداتنا هذاك علاش اني راهو مع كيما نقولوا مرهون معناها هكا في نهبط فهمتوا هكا هو. اما الواحد كيما نقولوا كيما يرى روحو يرى غيره. انتي شعملت انتي جيت دق في الباب سمعتوا الدقه ولا ما سمعتوش البنات؟ هاي يا سيدي يا زيزو كبر ولا متربي برشا متربي جيك على خاطر عنده صوصات في شعره. ايه نحاهيلو بالمشط الصغرون ليه بالمشط الصغير هذاك عملوا هيك تطلع فهمت. تعرفوا شو عمل مشي لصق الصلصال في شعره من تالية. حطيت الكسرونة حطيت الزيت حطيت لنا زيت زيتونة وقصيتك البصل قصيته كيكا كيما نقولوا هنا عندكش عندي تلسعت تلسعت بالكسرونة. وجينا لنا الهرقمة البنات كيما شفتوا صمتها تصمتت أمورها واضحة. نقول لكم خليتها تلقى ساعة وربع وربعة كيكة في الكوكوطة. غسلت الغطاية قلت برا نرتاح عليه اليوم عرفتوا القطعة اللي تيح نغسلها على البلاصة زيد. عيريضة كهو توا جي دق زيدا ما استنانيش نقولوا ادخل نجي دق وديريكت تدخل وحده. حسيلو كيما شفتوا بالله يا عزيز شديت مصمصتهم كيما شفتوني مصمصتهم راهو ما تمصمصوهمش راهو المرقة تجمد لك معناها المرقة ريتوا تولي لك تبرد تولي عصيدة تجمد فرد تولي فرد قالب يلزمها تتمصمص. بالنسبة لي باش طيبها كأول مرة ومصمصتها وحطيتها مع خلطتها على البصل وخلط لنا الطماطم. قلت لكم مش طيق الثوم هذاك كنت مش نهرسه ومن بعد اللي قلت برا يا حلومه هو اصلا المهريس في اللافيسيل المهريس الصغرون يعني عندي زوز واحد كبير وواحد صغير. حسيلو مهريسي صغرون في اللافيسيل هي قلت برا قطعك هيك الثوم وكهو سيب صالح. وحطيت لنا الفاي حطيت الملح حطيت شويه تابل الكركم كهو شويه فلفل اكحل
في الاخر الفلفل اكحل راني مش نحطه مع قرن الفلفل. حصيلو وكل اللوبيا ريتو زبده ريتو زبده هبطت اني محل اللوبيا راني هكاكا نصمتها ونهبطها في الاخر. كي تهبطها في الاخر تلقاها طايبه معناها امورها واضحه، لا تعمل هواء بطبيعه الحال تغليها. هي تعملك الكشكوشه البيضه، الكشكوشه هذيك اللي تعمل الغاز هذيك تنحاها، هي تطلع وانتي تنحي طول بالك وكا شكشكتها لنا هكا في بعضها. ديما الطماطم كي نجيب قليها نرخفها بشويه ماء، ما نخليهاش كلها تتقلى معناها هكاكا تحرق لي في الزيت شويه معناها مش برشا معناها تريف. لا اله الا الله محمد رسول الله. واني وجبه كيما نقولوا هكا على السريع تتسمى، راه خاطر انتي مش معناها طيبتها في الكوكوت وامورها واضحه. لنا بعد ما تقليت الطماطم معناها تقليت، حطيت الفلفل الاحمر ومن بعد لي هبطت باللوبيا. علاش البنات هبطت بها اللوبيا كيكه؟ باش تشرب مك الصوص هذيك قبل لا تصب لها المية، قبل لا تولي مرق. نحيلو الكرسي يا خديجه. شكون يحب نسلفوا عزيز هكا نهارين 3 ايام 4 ايام 5 ايام جمعه؟ شكون تحب تجي تهز عزيز تقولي اني 3 شهور. ها 3 شهور. شنو مش نسلفك، ما نعطيكش، ما تخافش ما نعطيكش، باش نسلفك وبر. جاب لي كرسي، الكرسي هذايا نهار كل هو يدور بيه، تعرفوا نهار كل قالبه. عشودي حسيلو قلت لكم يقلب الكرسي ويهز ويشد له ساقيه وتلقاه يعمل بيه في دوره، تقولش عليه سوق في بوسيته، يعمل بيه في دوره في الدار. ريتو كان نهار هكايا في وقت اللي هبطت نهار السبت للسوق، قلت لك النهار تقولش عليه عندها جمعه الحكايه. حبيت ناخذ له كرهبه باهي نقص بلا حس على فاز. حسيل قلت لكم حبيت ناخذ له كل كرهبه، وقت اللي سالته قلت له الكرهبه بقديش؟ يعني حمرة بلاستيك صغيره صغرونه معناها هيك متاع عمره. تتصوروا قديش قال لي والا ما تتصوروش؟ ما نعرفش تفرجتوا في الفيديو متاع السوق. حسيل قال لي وحده اللي حبيت عليها انيه، قال لي ب150، وواحده كيف الكرسي صغير متاع بيبيات مازال ما نتصورش مازال يمشي معناها، عرفتوا كل صغرونه على الاخر. قال لي هذيك ب100. عليه قلت له نسيت عرفتوا الكلمه طلعت وحدها. عليه قلت له شو 150 كرهبه معناها اوكازيون معناها في مستعمله ب150. ماهيش هي صحيحه راهي البلاستيك معناها الخشين صحيح معناها الواحد كلمه الحق تقال، اما 150 بصراحه مش نورمال، والله مش نورمال برشا. هاي قلت مش لازم حتى الواحد هكا يلقى فرصه، فهمتوا؟ ويني والله هالنهارين حتى رجلي قلت له ماذا بيا ناخذ له ما نحبش ناخذ، خاطر نذكر مره خذيت الراذي خذيت له كرهبه راذي وقتها بيبيه، والله وقتها كي نقول لكم لا نعرف لا 50 لا 70 حاجه كي هكا، اما مش جديد. ما نحكي لكمش على البلاستيك نتاعها في حاله ماهيش الصحيحه معناها كل تتكسر. يعني واحدة خذيتها الخديجة تو كسروها معناها في الصيف، يظهر لي الصيف هذا كسروها راضي ومرتضى. الكرهبة الصغيرة هذيك متاعك انتي اللي كسروها، كلا فيها القجر كل حمراء هذيك شريتها لك انتي وانتي بيبي. هذيك خذيتها لها ب30,000 تصوروا، خذيتها مستعملة خذيتها ب30,000 راهي صحيحة. قلت لكم ملي خديجة عمرها عام معناها عندها طاقة 9 سنين معناها تكسر تو زادة بالشمس، خاطر هي مطيشة في الصدار. حصيروا نحكي لكمش لا لي فيها القجر الاصفر اللي كسروا لها الفولون تاعها هكا.
عاش ولدي. صغير. حاسيلو أنا فيديو عقاب الفيديو أنا برعاية عزيز وكمل خلطت عليه خديجة كملت خلطت عليه خديجة والحمد لله يا ربي أبو خديجة ما وجلنا. حاسيلو البنات لنا كيما شفتوا كي مشيت عملت فواياج هكا صابون صابون هبط وصابون باش نعمل باش ننشرو. ما نحكي لكمش اليوم الصابون اللي طبقته يعلم بيه كان ربي، والله يعلم بيه كان ربي. تعرفوا ايش عملت باش قسمت ونقول لكم تلموا 3 4 انا 3 من نهار لحد عامله يجي 3 ماكينات واليوم معناها 2 ماكينات نقول لكم قولوا 4 ماكينات نطلعش غالطه في ماكينه. عملت كيف حسيت الشيء كثر عليا وليت قسمت دبشي اني حطيته وحده دبشي اني وراجي بطبيعة الحال حطيتهم وحدهم. دبش خديجة وحدها، دبش عزيز وحده، عرفتوا راضي ومرتضى خاطر يلبسوا مع بعضهم نحطهم لهم ندبشهم مع بعضهم. محمد وحده حسيلو ما نحكي لكمش وعاني عليه ربي الحمد لله الحمد لله حاسيلو والله كمل الفيديو صدقوني لفقت بيه ورغم معناكم تشوفوا مونتاج بريسك مونتاج كامل والله محليها كان القعيده وكان تلموا هكا نهير البنات كان نتفاهموا هكا على بلاصه نتفاهموا على بلاصه نتلموا الكل هكا مع بعضنا. نتسالش توا شوفوا ما شاء الله معناها عندي قداش من 1000 ما شاء الله حتى 50 يزدي فيه البركة نبداو كقرابة كان نتلموا كان نعملوا برنامج. هاي حسيلوا اعملوا رايكم وقولوا لي هكا هاو لنا البنات. هاني كملت نشرتك الدبيشات ودخلت لنا على حطيت لها قرين فلفل حطيت لها كشويه فلفل اكحل وهذاك هي الدبارة متاع اليوم. نقول لكم باي باي ان شاء الله هكا بالك نهبط ان شاء الله فيديو العشيه وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.